مرحبا بالساده المستمعين، وانا فرحان ونشكر اهالي بنزرت اللي فرحوا بيا، وانا اليوم سعيد بحذاكم اليوم. ان شاء الله نعملوا جو باهي ونعملوا نتيجه باهيه وصوره تونس تخرج لبرا في اقوى بدله وحله واشعاع. هذاك هي الغايه، واحنا فرحانين نعملوا جو ملآن بالفرحه والسعاده. هذا هو الباركور. يبدا من حكايه الساعه 10:30، يبدا ما بين فلوكه محمد الحبيب وفلوكه بيبان، واحده فيها 40 طرناطه والاخرى فيها 30 طرناطه، اجمالي 70 طرناطه، فهمني. وباش يخرج من البوي من هنا، يعني من جنب هذه مقابلتنا لحد القنطره مقابله زرزونه وغاديكا وبزرت سونتر، يعني حكايه فما القياس 550 متر، فهمني. باش يزود سباحه يعني عاديه، لا ما عنده يعني حتى تجهيزات زايده، ما عنده يعني انسان باش يعوم نورمال مايو كاس الواحده بوني برك، ولا الحبل باش يربطوا في حزامه. هو هذا يعتبر معنا اكبر تحدي في العالم وقع، خاطر ما نخبيش عليك راهو الخدمه اللي خدمناها. تشوف معناها الكرينتي هاك شفتوا، تصور لو كان النهار اللي الكرينتي جاء ما هوش في الكرينتي اللي نحسبوه احنا، تتحسب علينا يعني جاب ربي هكا وخدمنا الخدمه باش فهمتني. الخدمه هي راهي بدنيا، تحضير بدني وذهني وزاد علمي اوسيونوغرافي وتجربه كبيره. تو كيما سيرشيد يشم ريحه الكرينتي الصباح، قال لي راهو الكرينتي باش يتحول وراهو هكا وهكا وهكا. فما ناس معناها مختصه في البحر، مش وراق برك، معناها تجربه. كيما نقولوا كرينتي يمشي في عروقه، يعرف هذا هو كيفاش. هي فخر واعتزاز لولايه بنزرت عاصمه الجلاء، وانا ديما نقول معناتها بنزرت لها من الامكانيات ما يسمح لها باش تكون قطب رياضي بامتياز. على اساس اليوم نشوفوا في عديد التظاهرات اللي قاعده تقع حتى على المستوى الوطني. اليوم بركه عندنا التظاهره هذه الى جانب التظاهره العالميه اللي قاعده يقوم بها منجح بها بامتياز سي نجيب بالهادي في جلب 70 طرنات على مسافه 550 متر، وهذه لاول مره وهو تحطيم لرقم قياسي عالمي في نطاق السباحه الحديديه. اليوم زاد بالتزامنا عندنا المهرجان الثقافي والرياضي الوطني لمراكز التكوين المهني. معناتها الاسبوع الفايت زاد كان عندنا المهرجان الوطني لمراكز النهوض بالرياضه. قاعدين نشهدوا في عديد تظاهرات من ناحيه نوعيه متميزه، وهذا الحقيقه بتضافر جميع الجهود وعلى تحت اشراف سيد ولي بنزرت السيد منور الورتاني، ايضا سيد وزير الشباب والرياضه. نقول فضلكم انتم زاد اعلاميين اللي قاعدين تتبعوا فينا وقاعدين تعطونا في حقنا على مستوى العمل. نقول برافو، يعطيكم الصحه.